كشف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اعتذار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بعد قرار عودته من الإمارات وتوقيع عقوبة عليه ب1,000,000 جنيه. وكان الأهلي قد أعلن قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري توقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا وتغريمه 1,000,000 جنيه وعودته إلى مصر مع عدم مشاركته أمام الزمالك. وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري بعدما انتصر على الزمالك في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. وقال محمد رمضان في تصريحات لبرنامج حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي: كهربا أخطأ وحصل على العقوبة، وأرى أنه لا يوجد مبرر للحديث عن التفاصيل، لكن سأحكي عما بدر منه في تدريب اليوم. كهربا أكد على بداية جديدة مع كولر بعدما اعتذر له وسط اللاعبين وكولر تقبل ذلك. وأضاف إن الأمر انتهى بعد اعتذار كهربا واعترافه بالخطأ، وقال لي: أنا آسف ولا أعلم كيف حدث ذلك، وهذا يكفيني لأن النادي حصل على حقه من اللاعب. هل سأذبحه أو أتحدث عما فعله في الماضي؟ هو اعتذر وسط زملائه، وهذه الروح التي نريدها. وواصل المدير الرياضي: كنت سعيدا بتعاطف اللاعبين مع كهربا، قالوا لي ضاعف العقوبة لكن لا يعود لمصر، ووعدت اللاعبين أنه في حال الفوز على الزمالك سأخفض العقوبة، وقلت لهم الغرامة 1,000,000 جنيه، وإذا فزتم على الزمالك ستصبح 500,000 جنيه. قرار مشاركة كهربا يعود لمارسيل كولر، لكن من الوارد مشاركته في المباريات القادمة. وعن لقطة محمود عبد الرازق شيكابالا بعد إعلان صافرة نهاية مباراة الأهلي والزمالك، قال محمد رمضان: عندما ذهبت لمكان الأزمة لم أهتم بالدخول في التفاصيل لأن الأمر أغلق على أرض الملعب بعد تدخل بعض لاعبي الأهلي والزمالك.